نبدأ معك هذا الجزء. ما المقصود تحديدا بعبارة حل يحفظ ماء وجه الجميع؟ أعتقد أن هذه العبارة، هذا المصطلح حفظ ماء الوجه، هذا دليل وقرينة وتأكيد على إقرار العاهل المغربي على الفشل الذي مس هذه المنظومة المخزنية التي علقت كل حلولها بمشروع تطبيعي، مشروع صهينة المنطقة بتغول وباستقواء بالقوة الصهيونية ضد الجزائر، ضد تحركات الجزائر. هذا هو مصدر حفظ ماء الوجه. حفظ ماء الوجه قلنا هو قال بأنه ربما إحضار الكيان الصهيوني إلى منطقتنا هو يعطيه القوة في الانقضاض على الحق الشعب الصحراوي واستحواذ من خلال تغريدة ترامب في عهدته الأولى، من خلال بعض الأنغام التي كانت تأتيه من هنا ومن هناك، وخاصة من زعماء الإجرام الذين يجرمون الآن في حق في كل شيء، على ما يسمى هو كما يسوق لها الوحدة الترابية الكاذبة والتدليس على أنها وحدة ترابية، وهذه كلها تدليس، لأن علاقة الصحراء الغربية بالمغرب ليست هناك وحدة. هذا ما قررته محكمة العدل الأوروبية وقراراتها المتعددة في أن هذه المنطقة بعيدة. إذن ثواني فقط أستاذ زكي، نقول بأن هذا هو ركز على حفظ ماء، لأنه يرى في أنه فشل في كل هذه الشطحات. اليوم يريد أن يتقدم للجزائر لسببين. أولا، السبب الأول قلت لك هو أنه فشل، عرف باللي أن جماعة اللي كانت مواعداته بهذا النصر والبهرجة كلها فشلت. الاثنين، يحاول أن يغطي، يجعل نفسه ضحية أمام الرأي العام، وخاصة الرأي العام العربي الخليجي بالأخص. هو يتقدم للوجهة الخليجية على أساس أنني مددت يدي للجزائر. سنفصل أكثر دكتور إسماعيل، مازال الوقت. يعني لماذا استعمل أيضا نفس العبارة عبارة حفظ ماء الوجه، لا وفي سياقها يقول باللي نحرص على إيجاد حل توافقي لا غالب أيضا ولا مغلوب فيه، ويحفظ ماء وجه الجميع؟ لماذا يحفظ ماء وجه الجميع؟ ما هو المقصود بهذه العبارة؟ والله أنا لا أظن أن ملك المغرب يحافظ على ماء وجه أعدائه بالنسبة له، الذي يعتبرهم أعداء سواء الجزائر أو نعم. وبالتالي ما يقول حفظ ماء وجه كل الطرفين، هو يقصد ماء وجهه هو نعم، ماء وجه محمد السادس لأن هناك، أنا حسب تحليلي وحسب اطلاعي على هذا الملف، هناك طبخة طبخت أو تطبخ الآن في حسب ربما في الولايات المتحدة. والولايات المتحدة ترامب هو الذي كان قد أعطى اعتراف بمغربية بالنسبة لمغربية الصحراء، لكن هذا الاعتراف لم يتواصل حتى في تصريح مسعد بولس مع قناة الحدث منذ 3 أشهر. صحيح. ماذا قال للصحفية؟ قال لا يمكن فرض حل على لا هو قال أن هناك كانت مبادرة بدأها ترامب اللي هو الاعتراف سنة 2020. صحيح. ولم تكتمل، الحوار موجود ولم صحيح. تكتمل الآن، وتوجب علينا الآن إيجاد حلول. يعني هذا الكلام هذا يدل على أن ما قام به ترامب في 2020 ينسى، ملغى. وبالتالي هناك طبخة طبخت في الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة الآن تعيد تنظيم أوراقها الاقتصادية في إفريقيا. نشوف لقاء اللي داروا ترامب مع 5 دول في لما ناداهم إلى واشنطن. الآن له شمال إفريقيا، حتى ولو نرجع إلى تقرير قام به معهد واشنطن بدراسة لقاء الجزائر دولة محورية، ويجب على الولايات المتحدة أن التقرب معها أو التقارب مع الجزائر. صحيح. هذه المعطيات كلها تدل على أن الولايات المتحدة لها نظرة أخرى الآن، ليست نظرة 2020.
اللي هو التواجد الاقتصادي، ليس التواجد العسكري كما كان من قبل. لأن في سنة 2020 كان التواجد العسكري للولايات المتحدة في أغادير في النيجر، كانت فرنسا موجودة في النيجر ومالي، وبالتالي كان الغرب مسيطر على الساحل. الآن القوى هذه خرجت من دول الساحل، عوضتها قوى أخرى اللي هي روسيا وتواجد الصين، وبالتالي الآن الولايات المتحدة يتوجب عليها إعادة النظر في كيفية التواجد داخل في إفريقيا. الآن قسمت الشأن الأطلسي، ومع زيارة رؤساء الخمس أفارقة إلى واشنطن مؤخرا، الآن إلى مدخل إفريقيا من الجهة الشمالية، والدولة الجزائرية هي الدولة المحورية. وبالتالي أنا أظن هناك رسالة للعاهل المغربي هو أن إعادة النظر في هذه القضية، لأن يجب حل هذه القضية. وهذا الذي جعل الملك المغرب يقول حفظ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه، ويقول أيضا حل توافقي لا غالب ولا مغلوب فيه. وهذه العبارة وردت بعد شكره للمملكة البريطانية وللبرتغال، وكأنه يشكرهما في ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم، ولكن يضع جملة اعتراضية: نحرص على إيجاد حل توافقي. هل هذا تراجع دكتور؟ يعتبر تراجعا في خطاب محمد الذي كان يعتبر، اسمح لي أستاذ دكتور، كان يعتبر أن بوصلته الدبلوماسية الخارجية هي نظارته هي النظارة هي بالصحراء الغربية. هي النظارة هذه تكسرت وما دارت والو. شوف يا أستاذ زكي، نقول لك هو لماذا يقول الآن يقول على أساس الاعتراف؟ لا، هو كان يشيد بالاعتراف. الإعلام المخزني كان عندما تعترف تغريدة ترامب داروا عليها حالة. صحيح. هذه الاعترافات من هنا ومن هناك هم كانوا يسوقون، وهذا يسوقون للداخل المغربي. هم يعلمون بأن هذا الاعتراف هذا الاعتراف الشفاهي هذا لا يعطي حلا، لأن الشعب الصحراوي متمسك بحقه. صحيح. ولكن هم كانوا يسوقون ذلك للداخل المغربي المتأزم الذي يعيش مأساة ومشاكل اجتماعية متأزمة، زادها تأزما هو إدخال المنظومة الصهيونية. اليوم فيه صهاينة ويهود يدخلون للبيوت والأملاك ويخرجون أصحابها بحكم قضائي يصدر من القضاء المغربي، يعطي الشرعية لهذا صاحب هذا جده وعمه وعائلته التي كانت تمتلك أرضا وبيتا وكذا وكذا. هذه إرهاصات أخرى وأثقال توضع على الداخل المغربي. فبالتالي هذا اليوم عندما تعترف البرتغال أو دولة أخرى أو غيرها بهذا المبادرة أو بهذا أكذوبة النظام المخزن وهي الحكم الذاتي، هم يعلمون اليوم، فقهوا جيدا بأنه لا يمكن تطبيقها، لا يمكن ترجمتها. إذا كانت إدارة بايدن أو إدارة ترامب عفوا إدارة ترامب وما تملكه من نفوذ، نقولها بكل صراحة، ولم تستطع أن تترجم وتنفذ هذا المقصد. ثم يضاف إلى ذلك لأن الإغراءات 2020 التي كانت تسوق على أساس اعتراف بمغربية الصحراء ومشونا للتطبيع، والقضية هي تطبيع، هم مطبعين من قبل، ولكن تطبيع العلني، ولكن ليس تطبيع سياسي، هو اتفاقيات أمنية. هنا شفنا باللي اليوم الكيان الصهيوني الكيان المخزني نظام المخزن يقدم المساعدات للنظام الإجرامي الصهيوني، سواء بالعتاد أو بالأفراد أو حتى باستقبال السفن القضية التي تحمل أدوات الإجرام في حق الشعب الفلسطيني نحو الاحتلال الإسرائيلي. إذن اسمح لي أستاذ، قضية هو كان يصف محمد السادس، كان يصف الجزائر في خطاباته السابقة بالعالم الآخر. معنى العالم الآخر نعرف ما معنى العالم الآخر، يعني العالم مغيب لا يعرف الحقيقة، وأنه تجاوزه الزمن والمستجدات، وأن هذه الجزائر معزولة هذه العزلة عائلة زيارات الدولة. اليوم يقول بأنه يجب أن يكون هناك حوار مع هذه الدولة، مع الجزائر. وفي خطابه في خطاب محمد السادس يعني يسبق الحديث عن الجزائر على مسألة الصحراء الغربية. تكلم عن الجزائر أولا وبعد ذلك ذهب إلى الصحراء الغربية. يعني المفروض أن الصحراء الغربية هو يعتقد بأنه بلاده، المفروض يبدأ بها ثم يبدأ إلى الجزائر، ولكن هو اختار أن يتكلم عن الجزائر
ما الذي تغير أيضا مع الجزائر؟ أنا قلت وما زلت أقول أن هناك قوى ضاغطة على محمد السادس في هذه المرحلة. قوى ضاغطة، نعم. يعني هناك التي أعطته المشروع تاع الحكم الذاتي، هنا مشروع الحكم الذاتي الذي يتكلم به ليس مشروع مغربي، هو صحيح مشروع فرنسي، مشروع فرنسي. أو حتى كان جيمس بيكر كان يتكلم عليه في 2003 على قضية الحكم الذاتي، وبالتالي هو ليس مشروع مغربي، هو مشروع غربي سواء فرنسي أمريكي. هو فرنسي بالدرجة الأولى، فرنسي بالدرجة الأولى، وتبنته أيضا أمريكا. الآن الملك محمد السادس في هذه الخرجة، في هذا الخطاب، دليل على أن هناك دول ترى يعني قلبت الجزائر الطاولة، لأن الولايات المتحدة يهمها مصالحها. الآن هذه التغريدة كما قال الأستاذ تاع سنة 2020 صحيح. كان الهدف منها هو إخراج التطبيع المغربي الصهيوني إلى العلن. الآن التطبيع أصبح تطبيعا عضويا، يعني أصبح المغرب لا يستطيع أن يتنصل منه. الآن انتهى، وبالتالي الآن هم يعني من سذاجة المغاربة. هل يظنون أن أمريكا تعطي دولة سذاجة المخزن المغاربة؟ ربما الشعب المغربي لا طبعا يعني دولة كاملة تعطيها إلى المخزن مقابل هو التطبيع فقط. هذه مستحيل. يعني الغرب دائما ترك قضية الصحراء، يعني بمعنى من كان يراهن عليهم المخزن في مسألة الصحراء الغربية خسر هذا الرهان. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعض أسنانه إن صح التعبير، أو يترك أضراسه وأسنانه في قطاع غزة. أستاذ إسماعيل، بالإضافة أستاذ إسماعيل، بالإضافة إلى أن هذه القوة التي كان يستقوي بها نظام المخزن وهي النظام الصهيوني صحيح، نعم. هي الآن هو المقاومة ما قدر لهاش. هو الآن هو يطلب المعونة من المخزن نفسه. هاي باش تستقوي. هذه كلها يعني اتضحت الصورة بأن كل ما كان يرسم لنظام المخزن هو اليوم أوراق ذابلة ممزقة وخلاص وانتهى وذابت وخلاص. الأمر الآخر، وهذا الذي أعتقده، أن نظام المخزن هو كان يعلم بأنه سوف يربط نفسه اتفاقية التطبيع والتعاون الأمني. هو يعلم جيدا، ولكن هذا النظام هو أثبت وصرح علانية على أنه أداة وظيفية. الآن هو يعمل أداة وظيفية، وبقاؤه هو الذي هو يعني مبررات بقاء. يعلم جيدا أنه لو يسمح للشعب المغربي، ونقولها وأنا جازم، الشعب المغربي لو تكون له الحرية المطلقة والقدرة في تغيير هذا النظام، والله لا ينتظر 24 ساعة يغيره. ولكن هو يعلم بأن القوى التي تفرضه، ما هي القوى التي تفرضه بهذه الولاء التاريخي الذي يوليه لهذه الأنظمة، والتاريخ هو الذي يتكلم. صحيح. هو الآن يرى في نفسه على أنه يؤدي وظيفة صهيونة المنطقة، واستطاع حقيقة اليوم المغرب، الأراضي المغربية أصبحت مؤخرا منذ شهر فقط نظام المخزن يسلم شركات صهيونية مساحة ضعف ما تحتله الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. ضعف. علاش؟ هذا تطبيقا للمخطط التوسع المنظومة الصهيونية، لأنها ترى في أن الأراضي المغربية هي ملاذ آخر. لو تفشل المنظومة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية ولا تتحقق الملاذ، هو الملجأ، هو نعم، هو نفس العمل الذي عملته الحركة الصهيونية. هو في القرون الماضية كان قامت بصهاينة الغرب، جعلت الغرب يعني المطيع للمشروع الصهيوني حتى للساعة هذه. الآن هي في مرحلة أخرى، هي صهاينة المغرب، وهذا حتى يكون يعني ملاذ للصهاينة. لا مثلا لو كان هناك إشكال في فلسطين راح يكون ملاذ نتاعهم في المغرب. وبالتالي قلت لك هذا شوف حتى قضية الولايات المتحدة، بالرغم من المغاربة يقول يعني أو المخزن يقول بلي عندنا علاقات، كان ينتظر من ترامب هو أن لما يأتي ترامب راح يكون عقوبات على الجزائر. صحيح. فإذا به تتغير الأمور 180 درجة.
حتى لما تكلمت على استدعاء رؤساء الدول الافريقيه المطلة على الساحل الاطلسي، استثنى منهم المغرب. لما لم يستدعى المغرب الى اللقاء؟ هو عنده من اكبر السواحل على المطلع على الاطلسي، وهو يدعي انه مبادره الاطلسيه، ما يسمى بالمبادره الاطلسيه. حتى المبادره الاطلسيه لو نتكلم عليها، المبادره الاطلسيه مستحيل تنفيذها، يعني من حتى الولايات المتحده هي تعلم ان من مستحيلات تنفيذ المبادره، لانك شوف حتى موريتانيا لم تحضر في الاجتماع، لان كيف يعقل ان موريتانيا تقبل هذا المشروع المبادره الاطلسيه تفوت على اراضيها وهي عندها ميناء نواديبو، حتى زياره تاع ممتاز. استاذ اسماعيل، دعني اطرح السؤال الاخير في مساله استاذ اسماعيل، في مساله اليد الممدوده، كررها المغربي في وقت سابق ويعيدها اليوم، كيف ينظر الى هذه؟ هل هي نوايا صادقه، نوايا تحمل في طياتها شيء ما، ام هي تليين لموقف المغرب امام الدول حتى يظهر بثوب انه يعني طيب مع هو صاحب المبادره؟ شوف يا استاذ، هو شوف هذا ما كان ينتظره نظام المخزن في قدوم ترامب فذاب، لأنه كان كما أشار زميلي إسماعيل، هو ترامب لما جاء كانت شفتوا الترسانة الإعلامية المخزنية كيف كانت تتسوق وذبابه وكذا، وكانوا يقولوا الجزائر ستعزل ستعاقب كذا. لا، هو قبل ما يدخل البيت الأبيض في ساعات دخوله البيت الأبيض قائد الأفريكوم يدخل الجزائر ويمضي اتفاقيات عسكرية مع الجانب الجزائري. بعدها مباشرة تأتي الرسائل، تأتي وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية واللقاءات والشراكات، الشركات العملاقة الأمريكية التي دخل، هذه كلها تدل على هذه الحلم الذي كان يحلم به النظام المخزن. هل خطاب الملك المغربي محمد السادس هو نتيجة لما قامت به الدبلوماسية الجزائرية أو تحركات قامت بتحركات كثيفة؟ هذه نقطة آخرها مسعد بولس في الجزائر. نعم، الآن المستشار الأمريكي الذي يأتي ويقول ويصرح أمام الإعلام، يقول أنا جئت نيابة عن ترامب وعن وزير الخارجية. معنى ذلك راني مش شخصية عادية، راها جات شخصية تمثل البيت الأبيض، تمثل الإدارة الأمريكية. وبالتالي وهذا أيضا هذه الصفعات كلها اليوم هو، ولكن لا تجبني على قضية اليد الممدودة، أنت واضع يدك على اليد، يد غدر، يد كذب، هذه يد كذب، لأنه يريد أن يصور نفسه. بعض يقول لك لماذا تنظرون على أنها يد غدر؟ يا أستاذ زكي والله أعطيني ثواني فقط، اسمح لي أستاذ اسماعيل. لأنه لو يعلم أن الخلاف بين ما هو الخلاف، عمق الخلاف، خطرها المشارقة راهم يقول لك أعطونا عمق الخلاف. عمق الخلاف أن الجزائر ترفض هذا التطبيع، هذا الخضوع، هذا الخيانات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المنطقة. جزيلا دكتور اسماعيل، يعني الوقت انتهى. أستاذ اسماعيل ثواني. والله شوف أنا كان عندي تساؤل فقط، يعني بالنسبة لزيارة مساعد بولس للجزائر، لما المغاربة قالوا لم يتكلم على قضية الصحراء، أنا أظن هو كان إرادة من مساعد بولس حتى لا يتكلم على قضية الصحراء، لأن حتى يعطي فرصة للملك المغرب ويقول هذا في هذا الخطاب نريد حفظ ماء الوجهين، يعني وجه الجميع. صحيح. لأن في المستقبل سيقول أنا اللي أخذت المبادرة هذه. فهمتني؟ يعني حتى المغرب يقول أنا اللي أخذت المبادرة هذه، لا يملك، وبالتالي حتى لا يقولوا أن الولايات المتحدة هي اللي ضغطت على المغرب. وقال لكم تبون نعشاب شراطان، كررها قال لكم تبون نعشاب شراطان. تعال جنبه مغربية. عيد تبون شيراتون بول عشاء في شيراتون. ربيع. ايوه تبون
عشان شيراتون كررها كررها كان يكون كابتن عشان شيراتون تعال جنبه تعال جنبه مغربية جول عيد 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 تبو تبو شيراتون بول عشان في شيراتون ذبية ايوه 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 ايوه